تصدق إن في مزارع دلوقتي بقت تزرع من غير تربة خالص؟ ولا طين ولا تراب، ومع ذلك المحصول بيطلع أسرع وأنضف وبجودة أعلى. ده مش سحر، دي اسمها الزراعة بدون تربة، وفيها النبات بيعيش على صواني زراعة ومية شغالة في دورة مستمرة، وجواها محلول فيه كل العناصر الغذائية اللي النبات محتاجها بدقة. المية هي اللي بتوصل الغذاء، والجذور تمتصه على مزاجها. يعني كل نبتة واخدة احتياطيها بالملي. والطريقة دي ناجحة جدا مع الخس والجرجير والكزبرة والريحان وكل الخضروات الورقية. بتتزرع على أرفف فوق بعض والجذور تبقى باينة، يعني أي حشرة أو مشكلة بتتشاف فورا وبتتحل في ساعتها. الميزة الكبيرة مفيش تربة، يعني مفيش حشائش، يعني مفيش ولا حرث ولا بهدلة. مية أقل، وسماد مظبوط، ونظافة أعلى، وتحكم كامل في النمو. أما بقى عن البطاطس اللي احنا شايفينها من أول فيديو، فهنا لازم نقول الحقيقة العلمية. البطاطس بطبيعتها درنات أرضية، يعني لازم وسط يحيط بيها عشان تتكون صح. عشان كده الزراعة بدون تربة مش مناسبة لإنتاج البطاطس الكبيرة تجاريا. اللي بيحصل فعلا إن بعض المعامل بتستخدم أنظمة هوائية عشان تنتج بطاطس صغيرة جدا، بس دي مش بطاطس للأكل. يعني أي فيديو يوريك بطاطس كبيرة طالعة في الهواء، غالبا دي تجربة معملية أو عرض مبالغ فيه، مش استخدام زراعي حقيقي على أرض الواقع. هل تفتكر إن احنا ممكن يجي علينا يوم من الأيام نتخلى عن الزراعة في التربة ونزرع بالطريقة دي؟ وأخيرا، لو عجبك الفيديو اضغط لايك وشير، وتابعني وانتظر مزيد. شكرا.